أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب عمل ضجة كبيرة وقلب مفاهيم كتير قوي عند الناس. كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون. الكتاب ده بيقدم فلسفة عكس كل اللي بنسمعه عن الإيجابية المطلقة، وبيرسم لنا طريق مختلف تماماً ويمكن يكون عملي أكتر لحياة أفضل. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول بالاقتباس ده. اسمعوا كده: الرغبة في الحصول على تجارب إيجابية أكتر هي في حد ذاتها تجربة سلبية. كلام يشقلب الدماغ، صح؟ بس هو ده بالظبط مدخل مانسون اللي بيغير بيه كل اللي نعرفه عن السعادة. رحلتنا مع الكتاب ده هتمشي إزاي؟ هنتكلم عن 5 حاجات أساسية. أول حاجة اللامبالاة الذكية، وبعدين فخ إن الواحد لازم يكون استثنائي، وبعدها إزاي نختار مشاكلنا وقيمنا، وهنعرف أهمية الفشل وقوة كلمة لأ، وآخر حاجة فكرة غريبة شوية: الموت كأداة عشان نرتب أولوياتنا. تمام، يلا بينا ندخل في أول نقطة على طول، اللامبالاة الذكية. وهنا لازم نوضح حاجة مهمة جدا. الفكرة مش إن الواحد يبقى إنسان بارد وما بيهتمش بأي حاجة خالص، لا لا خالص. الفكرة إنه يهتم بالحاجات الصح، الحاجات اللي تستاهل اهتمامه فعلا. طيب يعني إيه لا مبالاة ذكية؟ ببساطة شديدة هي إن الواحد يتقبل إن في مشاعر سلبية، ده طبيعي، ويركز كل طاقته على اللي يفرق معاه بجد. الموضوع مش تجاهل لكل المشاكل، لأ، هو اختيار ذكي للمعارك اللي تستاهل. وخلينا ناخد مثال عملي أي حد فينا مر بيه، بالذات الطلبة. تخيلوا في امتحان مهم جدا، الطبيعي إن القلق من النتيجة هياكل دماغنا، بس الشخص اللي بيطبق اللامبالاة الذكية بيعمل إيه؟ بيركز كل طاقته في المذاكرة وفهم المادة نفسها، مش في القلق على نتيجة لسه في علم الغيب. هو بيعترف بوجود التوتر، ده جزء من اللعبة، لكن مش بيخليه هو اللي يسوق. نيجي بقى للنقطة التانية، ودي خطيرة بصراحة: فخ التميز أو الاستثنائية. الكتاب هنا بيقول فكرة ممكن تصدم ناس كتير، إن الواحد يكون إنسان عادي دي ممكن تكون هي نفسها قوة خارقة. الفخ ده منتشر قوي دلوقتي، خصوصاً مع السوشيال ميديا. المجتمع كله بيزعق في ودنا: لازم تكونوا استثنائيين، لازم تبقى الأذكى، الأغنى، الأجمل طول الوقت. وده بيخلق عندنا معايير نجاح وهمية ومستحيلة، والمطاردة المستمرة دي ورا الإيجابية الزائفة بتتحول هي نفسها لتجربة سلبية ومرهقة. والأسوأ من كل ده، لما الواحد يبتدي يصدق إن مشاكله دي محدش مر بيها غيره، ده بيخليه يحس إنه ضحية الكون وبيتحول لشخص أناني وضعيف. وهنا بقى بتيجي الحقيقة اللي بتريح القلب. يا جماعة، عادي جداً إن الواحد يكون شخص عادي، مش لازم يبقى خارق. النجاح الحقيقي هو اللي الواحد بيحدده لنفسه، مش اللي الناس بتقوله عليه. لما الواحد بيتحرر من وهم التميز ده، كأنه بيشيل من على كتافه جبل من الضغط اللي ملوش أي لازمة، وبيبدأ يعيش حياته بجد. ومن هنا بنتنقل لنقطة في منتهى الأهمية: اختيار المشاكل والقيم. مانسون بيقلب المفهوم تماماً. بيقولك السعادة مش في حياة فاضية من المشاكل، مستحيل. السعادة الحقيقية في إن الواحد يستمتع هو بيحل المشاكل اللي هو اختارها بنفسه. شوفوا، الحقيقة البسيطة هي إن المشاكل كده كده جاية، دي سنة الحياة. فالسؤال الصح مش إزاي أهرب من المشاكل، لا، السؤال الأهم هو إيه نوع المشاكل اللي تستاهل إني أتعب وعيني عشانها. والمقارنة دي بتلخص الحكاية كلها. كل طريق في الحياة ليه مشاكله الخاصة بيه. يعني لو الواحد قرر يبقى صاحب بيزنس، هيقابل مشاكل زي ضغط الشغل الرهيب وساعات العمل الطويلة. طب لو اختار يبقى موظف، هيقابل مشاكل تانية زي الصحيان بدري كل يوم، أو إنه يتعامل مع مدير مش مريح. الفكرة مش مين مشاكله أقل، الفكرة هي الواحد يختار مجموعة المشاكل اللي هو مستعد يعيش معاها. طيب إزاي بقى نختار قيمنا صح؟ الكتاب بيدينا زي خريطة طريق بسيطة. أولاً، حدد قيمة تكون إيجابية وفي إيدك، زي الصدق أو الإبداع. تانياً، اتحمل مسؤولية اختيارك ده 100% باللي ليه واللي عليه. تالتاً، خليك دايماً بتسأل نفسك: هو أنا حاسس كده ليه؟ إيه اللي بيحركني من جوه؟ وأخيراً وقبل أي حاجة، اسأل نفسك: هل المشكلة اللي بقابلها دي تستاهل المعاناة دي عشان أحافظ على القيمة بتاعتي؟ الكلام ده بقى بيودينا للأدوات العملية. النقطة الرابعة، لازم تصاحب الفشل وتعرف قوة كلمة لأ. ودول حرفياً أهم مهارتين عشان الواحد يعيش حياة ليها معنى ومبنية على قيمة. عشان نفهم موضوع الفشل ده، خلينا نفكر في قصة بسيطة جداً كلنا شفناها بعينينا. قصة طفل صغير لسه بيتعلم يمشي. الطفل ده بيحصل معاه إيه؟ بيقع مرة و2 و10 و100 ومش فارق معاه خالص هو وقع كام مرة. عمرنا شفنا طفل بيشتكي وبيقول أنا محبط وهبطل أحاول؟ مستحيل. هو ببساطة بيقوم ويكمل محاولة.
لحد ما في النهاية بيمشي. هي دي العقلية. الفشل مش نهاية الطريق، ده مجرد خطوة لازم نتعامل معاه زي الطفل ده. نيجي بقى للأداة التانية ودي قوية جداً، كلمة لأ. لما بنقول لأ الحاجة مش مناسبانا، ده مش رفض للشخص اللي قدامنا، ده ببساطة إعلان عن هويتنا إحنا، عن قيمنا إحنا. كأننا بنرسم حدودنا وبنقول ده أنا. والقدرة على قول لأ دي بتشتغل زي الفلتر للعلاقات. العلاقات الصحية بتبقى مبنية على الدعم المتبادل، كل واحد شايل مسؤولية مشاكله. لكن العلاقات السامة كل واحد فيها بيستخدم التاني عشان يهرب من مشاكله هو. كلمة لأ بتحمينا من النوع ده من العلاقات، وبتخلي علاقاتنا الحقيقية أقوى وأصدق. ودلوقتي وصلنا لآخر نقطة ويمكن أعمق فكرة في الكتاب كله، استخدام فكرة الموت نفسها كأداة عشان نرتب أولوياتنا. أيوة، الموت دي الحقيقة الوحيدة اللي بتحط كل حاجة تانية في حجمها الطبيعي. فكرة إن الحياة دي ليها نهاية وإننا مش مخلدين فيها، دي الحقيقة المطلقة. لما الواحد بيستوعب الفكرة دي بجد، كل الاهتمامات السطحية والمخاوف الصغيرة بتبتدي تدوب وتختفي، والتركيز كله بيروح عن اللي مهم فعلاً. الموت بيشتغل كأنه مصفاة بتشيل كل الشوائب وتسيب لك بس جوهر الحياة. مارك مانسون لخص الحكاية دي بجملة عبقرية، قال: الخوف من الموت بيجي من الخوف من الحياة. الشخص اللي عايش حياته صح وبكامل طاقته بيبقى مستعد يموت في أي لحظة. وفي الآخر خالص، بعد ما مرينا بكل الأفكار دي، الكتاب بيرمي في وشنا سؤال واحد، سؤال جوهري بيلخص كل حاجة: إيه هو الشيء اللي يستاهل بجد إن الواحد يتألم ويعاني علشانه في الرحلة القصيرة دي؟